بص انا وانت عارفين ال 30 جنيه ما بتعملش اي حاجه، بس مع خالد فين بتعمل كل حاجه. مبدئيا كده المكان ده كنز لاي حد ساكن في السيوف، وده يا سيدي ما اقدرش اقول لك هو ورك سبيس ولا بلاي ستيشن ولا ايه بالظبط. وقبل كده ما نخش في اي تفاصيل، صاحب المكان ده ماشي بسيستم حلو قوي. هتقول لي ليه يا عم خالد؟ اقول لك ان الراجل ده قرر انه يعمل كل حاجه في المكان ده اكنه بيتك بالظبط، وكل روم موجوده في المكان ده مختلفه عن الثانيه، وكل مكان موجود بره مصر هتلاقيه متسمي عنه، زي مثلا روما وباريس وامستردام واثينا ولندن والبرازيل والنوبه. تعالوا بقى نتكلم على الصندوق شويه. بالمناسبه كده المكان اسمه الصندوق. في كل روم انت هتخشها اللي هي ب 30 جنيه هتلاقي السماعات اللي موجوده قدامك دي، ودي اسمها اف دي، وطبعا الشاشه سامسونج 4K وشويه العاب وشويه روايات. وبالمناسبه كده يا عزيزي عامل عرض جامد قوي، هتاخد ساعتين هتاخد ساعه هديه، ده غير ان هم عندهم كابلات USB وتايب سي، وكمان تليفون عشان لو عايز تعمل اي اوردر يجي لك لحد عندك. وكل روم اللي حكيت لك عليها دي هتلاقي جواها تكييف. وبالنسبه بقى لاعياد الميلاد مهما كان العدد 20 جنيه لمده ساعتين، ولو دفعت 30 يبقى شامل السيرفيس والزينه. وبالمناسبه كده كل الحاجات اللي قدامك دي مصر 100%، فالمكان ده مش هتلاقي في اي حاجه تبع المقاطعه. وكمان حاطط شبشب في كل روم عشان لو حابب تصلي. كل حاجه في المكان ده مريحه نفسيا، هتحس كده انت قاعد في بيتك. وعليهم سندوتش بسطرمه بالجبنه التركي السايحه رهيب. وكمان عشان جمهوريه خالد فين عاملين عرض حلو قوي، هتاخد 2 سندوتش هتاخد التالت هديه، والعرض ده لمده شهر ونص. ده غير ان اكتر حاجه بهتم بيها الحمامات، والحمام بتاعهم نضيف جدا. وكمان عاملين حاجه حلوه جدا، لو انت رحت 4 مرات وختمت الكارت ده هتاخد ساعه هديه، والبلاي ستيشن اللي عندهم 4 و5. وبالنسبه للمكان يا جماعه سهل وبسيط، هتنزل السيوف وتسال فين فرع فودافون، هو الشارع اللي في وشه على طول. المكان ده اسمه الصندوق، وزي ما قلت لك كده ممكن تذاكر، ممكن تعمل اي حاجه تتخيلها في المكان ده، وكل ده ب 30 جنيه بس.